السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا في وصفة جديدة اللي هي وصفة حلوة الترك اللي كنت شاركتها معكم من قبل بالشوفان، كانت هيلثية. واليوم ثاني غادي نشاركها معكم بطريقة تاع الخروب. كما نعرفوا الخروب نبات يعني ماهوش باهظ الثمن ومتواجد بكميات كبيرة. على الرغم من الفوائد العديدة اللي عنده، مثلا يعتبر كمضاد أكسدة، غني بالمعادن مثل البوتاسيوم، النحاس، الزنك، الحديد. يساعد على الهضم، غني بالألياف المشبعة. تمن الناس اللي دير سبور ولا الناس اللي حابة دير ريجيم تقدر تعتمدوا في وجباتها الغذائية. الوغ نرجعوا للوصفة تاعنا. نحكموا كمية من الطحينة، سواء تشروها ولا تخدموها كيما راني خدمتها معكم في الفيديو السابق. غادي نحط لكم الرابط اسفل الفيديو. تزيدوا لها كميه من العسل، ماذا بكم يكون طبيعي. هنايا العسل تقدروا ديروه يعني على حساب درجه الحلاوه اللي راكم حابينها. بار اكزومبل انا درت حتى 7 مغارف كنت ندير وكنت نذوق. تقدروا ديروا اقل، تقدروا ديروا اكثر. ومن بعديها تزيدوا لها الخروب حتى لوين تحصلوا كشغل على عجينه تكون طريه. ديجا ملاحظه الخروب راه يشرب، تما ديروا شويه من بعد قارعوا خاطر قادر يزيد يشرب. من بعد يحكموا البول تاعكم، ديروا فيه المكسرات. انا كان عندي اللوز، درت برك اللوز. تقدروا ديروا مكسرات اخرين. وهنايا تفرغوا عليه هذيك لاباط وتغطوه بابي فيلم، تحطوه في الفريجيدير باه قسمه تحكم روحها شويه برك. كيما انا درتها في الكونجيلاتور ونسيتها، قلت زعما بالخف باه نصور لكم، ساعه نسيتها في الكونجيلاتور. مي معليش خرجت تاني بنينه. تحطوها هكا في طبسي ومن بعديها تقسموها، غادي تجيكم معلكه بنينه هيلثي، تاكلوا ضميركم مهني ومرتاح. تما ديروها من دروك مادام راه كاين الخروب ورانا في الوقت تاعو. اذا الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده، والسلام.